قطاع السياحة بيتأسس على كل أنواع الشركات، ولكن عشان نأسسه كشركة أشخاص بيحتاج موافقة من وزارة السياحة. أغلب الموافقات موقوفة من 2013 بموجب قرار وزير السياحة، ولكن في بعض الأنشطة بنقدر نأسسها من ضمن أنشطة السياحية دي بتتأسس طبقا لقانون 72 في هيئة الاستثمار. الأنشطة دي هي الآتي: إقامة الفنادق، إقامة المخيمات السياحية، الوسائل المخصصة لنقل السياح، والأهم طبعا وفي ناس كتيرة بتأسس النوع ده من النشاط الإدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلات مع السياحة العلاجية. النشاط ده نقدر نأسسه كشركات أشخاص عادي جدا، ولكن في شروط في رأس المال. لو هي مؤسسة فردية الحد الأدنى لرأس المال للمؤسسة الفردية بشكل عام في قانون 72 بيكون 100,000 جنيه، ولو هي تضامن أو توصية بيكون 300,000 جنيه. لو هي شركة أموال، شركة مسؤولية محدودة، أو شركة شخص واحد، أو شركة مساهمة، فده حسب الحد الأدنى لكل شركة. الحد الأدنى بالنسبة لشركة الشخص الواحد بيكون رأس مال 1000 جنيه بإيداع بنكي، المسؤولية المحدودة 200 جنيه بدون إيداع بنكي، المساهمة 250,000 جنيه بشروط الإيداع البنكي الخاصة بيها.